اهلا بيكم في يوم جديد من الزراعه مع كايرو جاردن. النهارده كان يوم مجهد جدا جدا. ما صورتش في اوله، هصور لكم دلوقتي بعد اللي احنا عملناه. عملنا حاجات كتيره قوي في الجنينه. لو انت اول مره تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن اشترك في القناه علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. كل فيديوهاتنا عباره عن زراعه، فلو بتحب الزراعه اشترك في القناه. النهارده عملنا كذا حاجه. اول حاجه وكانت مهمه جدا هي الاسبارجس. عملت لكم فيديو كامل عن زراعه الاسبارجس، قريب قوي هتلاقوه على القناه، ما تنساش تشترك عشان تشوفه. وعملت حاجات كتير قوي في الاسبارجس. الاسبارجس هوريه لكم دلوقتي. او الهيليون ده كان مزروع هنا، وده كان كله حشائش. فطبعا بمهمه كبيره جدا شلنا كل الحشائش اللي كانت موجوده هنا، ودلوقتي زي ما انت شايف كده الارض بقت فاضيه، وجبنا سماد وحطيناه على الارض. والسور اللي انت شايفه ده هو كان سبب المشاكل كلها. طبعا في طياره فوق اهي، هي اللي عامله الدوشه دي كلها. فالجراس او النجيله بتنتشر بالعرض، فلما بتنتشر بتدخل على الارض على طول. فعلشان كده عملنا البلاستيك اللي انت شايفه ده المفروض ان هو يبدا يمنع النجيله ان هي تدخل على الارض. وده حاجه ممتازه، يعني مجربه، ناس كتيره جربتها، والمفروض ان هي رائعه في الحفاظ على الزرع بالشكل ده. بعد كده بعد ما خلصنا القصه دي جبنا سماد وحطيناه للارض عشان نسمد الاسبارجس او الهيليون. وبالناحيه الثانيه هنا اهو ده الجزء اللي بنزرع فيه الراسبري وكل الحاجات اللي هي التوت. وضبنا الارض، شلنا كل الحشائش، وبعد كده عملنا السور الحديد ده علشان خاطر نقدر بيه ان احنا نعمل تغطيه للمنطقه دي كلها. بعد كده عملنا حاجه مهمه جدا وهي التوت. كل التوت ده كان موجود على الارض، ودي حاجه مهمه جدا تعملها في الوقت ده، هي ان انت تربط التوت او اي حاجه عندك بتنمو على الارض او متسلقه وما عندكش حاجه يتسلقوا عليها. مهم جدا انك تربطها بالشكل ده. انا هنا استخدمت الكيبل تايز اللي هي الحاجات دي. انت بقى ممكن تستخدم حبل، ممكن تستخدم اي حاجه ممكن تكون متوفره عندك، بس اهم حاجه ما تخليش النباتات تنزل على الارض لان ده ممكن يأذي النباتات بتاعتك. وده زي ما انت شايف دلوقتي منظر الجزء بتاع الاسباراجس او الهيليون. والجزء اللي بعده ده سميته، لسه ما قررناش هنزرع فيه ايه، بس معظم الوقت بنزرع جزر هنا او بنجر. والجزء ده زرعنا فيه بطاطس وشفناه في الفيديو اللي فات، لو انت ما شفتوش اتفرج عليه، هتلاقيه موجود عندك على القناه. اللي فاضل بعد كده هو الجزء ده لسه متغطي. بعد فتره هنبدا نحط له بقى سماد ونظبطه علشان يبدا يبقى جاهز ان احنا نزرع فيه قريب جدا. اخر حاجه هكلمكم عنها وهي الحاجه اللي احنا كنا شغالين عليها الفيديوهات اللي فاتت، وهي الفراوله. دلوقتي الفراوله في بيتها الجديد بعد ما نقلناها للصيص بقت مبسوطه جدا، وهوري لك دلوقتي ان هي بدات تزهر فعليا. والمكان بتاعها اللي احنا كنا زارعين فيه الفراوله وكان كله حشائش، يعني مليان حشائش لدرجه ان الفراوله نفسها ما كانتش عارفه تنمو، المكان ده غطيناه وقلنا بقى السيزون الجاي او السنه الجايه هنبدا ناخد بالنا منه. تعال بص، ده شكل الفراوله بعد ما بدانا ناخد بالنا منها اهو وحطيناها في الصيص. طبعا مهم جدا الري في المرحله دي. شايف بقى الزهور بدات تطلع ازاي، ودي حاجه انا اتكلمت عنها ان هي عمرها ما هتنتج لك انتاج كويس طول ما هي في منافسه كبيره والزهور مش عارفه تطلع وتاخد شمس وتتغذى بشكل كويس. من الحاجات بقى اللي لسه هنعملها الفتره اللي جايه، محتاجين تسميد بشكل كبير جدا علشان بدايه السيزون بتاع الزراعه. محتاجين نضيف سماد للاراضي اللي لسه ما تضافلهاش سماد. وطبعا محتاجين حاجه مهمه جدا ومهمه صعبه جدا بالنسبه لي. حد عارف ايه دي؟ ده المكان اللي بعمل منه كومبوست انت اللي بتعمله شخصيا. ولو انت مش عارف، الكومبوست ممكن انت تعمله عندك لو انت عندك مزرعه. طبعا في البيت بيبقى صعب لان هو احسن كومبوست بياخد مده طويله، سنه مثلا سنتين. فالمهم بالنسبه لي طبعا كل الكلام ده انا عامله من خشب مستعمل، يعني خشب عارف انت اللي بينقلوا سيراميك وحاجات كده، بناخد منهم الخشب ده وبتبدا تحطه جنب بعضه وبتبدا تحط الزرع في النص. انت بقى بعد فتره مع المطر هنا في انجلترا الحاجات دي كلها بتتآكل. فالمرحله الجايه عندي اني ابدا اصلح السور ده كله. زي ما انت شايف اهو بقى، بص ضعيف جدا، عايز يتصلح ويتظبط، وده هعمله في المرحله الجايه وهخليكم معايا برضو تشوفوه. البراميل ديت انا بعمل فيها برضو كومبوست، بس بالذات للحشائش الضاره. يعني لو انا عندي حشائش كتيره مثلا بالذات فيها جذور ممكن تنمو حتى لو اتحطت في الكومبوست، بعمل حاجه زي عارف الساونا كده، تحط فيها بقى البذور اللي انت مش عايزها
اللي اتشالت من الارض وبقفل عليها، فالسخونيه المفروض ان هي تقتل البذور الضاره دي، علشان ما اعملهاش بعد كده اما اجي احط كومبوست للارض ما تطلعش البذور دي والاقي برضو النباتات لسه عايشه والحشائش الضاره دي لسه عايشه. ده اللي حصل النهارده، والايام اللي جايه هيبقى فيه بقى انتاج اكتر. يعني دلوقتي في انتاج من الاسبارجس، بعد كده هيبقى في انتاج اكتر واكتر، فخليكم معايا واشتركوا في القناه وتابعوني عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجايه اللي ليها علاقه بالزراعه. سؤالي ليكم، هل بتزرعوا حاجه النهارده؟ اكتبوا لي في التعليقات لو بتزرع حاجه، واشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. مع السلامه.